الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مكانة العلم والعلماء. سأتكلم باختصار شديد حتى لا يكون المقطع كبير الحد. فحاجة الناس إلى العلم والعلماء ربما كانت أكثر وكانت ضرورية من حاجتهم إلى الأكل والشرب، لأن الذي يجعل همه هو الأكل والشرب فقط فهو كالبهائم، كما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أن الإنسان الذي يجعل همه هو الأكل والشرب فهو كالبهائم، يعيش عيشة بهائمية. فالبهائم هي التي تنشغل فقط بالأكل وبالشرب. أما العلماء فلهم مكانة عظيمة. الله عز وجل قارن شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فحاجة الأمة إلى العلماء حاجة شديدة لا ينكرها إلا إنسان جاهل أو أحمق، أو إنسان عنده باطل ويريد أن يروج لهذا الباطل. فحائط الصد أمام هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يروجون للباطل، حائط الصد أمامهم هم العلماء. فإذا استطاعوا أن يفصلوا الناس عن العلماء كان سهلا عليهم جدا أن يوقعوا الأمم في المصائب العظمى وفي البلايا الكبرى. فلا ينبغي أبدا للمسلمين أن يتركوا علماءهم، أن يتركوا علماءهم. وأعني بكلمة علماء الراسخين في العلم، ليس كل من تكلم في دين الله عز وجل أصبح عالم، فالعالم معروف والعوام معروفين. طيب، بعض ذباب الإنترنت، لأن هذه تسمى بالشبكة العنكبوتية، وطالما أنها شبكة من الضروري أنك ستجد في هذه الشبكة ذباب. وبعض ذباب الإنترنت إذا أراد أن يصطاد مسلما من المسلمين فهو يحاول أن يبعده عن العلماء. طب ماذا يفعل؟ ربما قال له علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة فقط، وهذا إنسان جاهل وإنسان ضال، لأنه ينبغي أن يأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأكابر أهل العلم المشهود لهم بالعلم، حتى أن كل عالما كان على المنهج الصحيح أي منهج السلف والصحابة يقال عنه أنه من السلف، حتى لو كان في أزمنة متأخرة قيل عنه أنه من السلف، من السلف انتسابا، وليس معاشرة السلف، أو لم يكن موجودا في عهدهم. فبعض ذباب الإنترنت من هؤلاء الحمقى الجهلة لا يأخذون العلم عن العلماء، وإذا ناقشك في مسألة وقلت له ائتيني بأقوال العلماء في هذه المسألة، يا الله، أنت إذا فعلت معه هذا والله الذي لا إله غيره كأنك غمسته بجمرة من النار، يجن جنونه. لماذا؟ لأنه ليس عنده أقوال للعلماء، وإن أتى بأقوال العلماء في هذه المسألة فأقوال العلماء سوف تكون ضده وليست معه، تأييدا لكلامه، تأييدا لباطله الذي هو عليه. فانتبهوا أيها المسلمون، المجرمين والمنحرفين من أهل البدع يريدون أن يفصلوا هذه الأمة عن علمائها الأكابر، عن علماء الأمة، يريدون أن يفصلونهم حتى يكون الأمر عليهم سهلا. إذا فصل العوام أو فصل المسلمين بجميع أطيافهم عن علمائهم كانوا فريسة سهلة،
كانوا فريسة سهلة. حتى أن بعض هؤلاء الذباب في مرة من المرات تكلم معي في مسألة، فقلت له جميل، أنا أصلا لا أفضل الجدال، والجدال ممنوع وغير مرغبا فيه إلا بشروط: أن يكون الشخص الذي أمامك هو طالبا للحق، يريد أن تبين له الحق، لا يريد أن تجادل. فالجدال مذموم أصلا، والسلف كان يفر منه، السلف كان يهرب من الجدال. فالحاصل هذا الشخص الذي هو من ذباب الإنترنت قال: أريد أن أتكلم معك في مسألة. قلت له جميل، لا بأس، رغم أنني لا أفضل هذا. فقلت له: نعم، فأنت إذا قلت لي قولا أو نقلت لي نقلا عليك أن تأتي بالعالم الذي قال هذا القول، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، ونقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي. قال: إياك أن تقول قولا أو أن تتكلم في قول من غير أن يكون لك إمام. إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، يعني أنت تقول المسألة بالجواز أو بعدم الجواز ويكون لك إمام فيها، أن تقول هذه المسألة لا تجوز لأن العالم الفلاني قال ذلك، وهذه المسألة تجوز لأن العالم الفلاني قال ذلك. طب لماذا نقول العالم الفلاني قال ذلك أو منع ذلك؟ لأنه هو أعلم بالكتاب والسنة منك أنت، هو أعلم بالكتاب والسنة منك أنت، ولم يفتي ولم يتكلم في هذه المسألة عن هوى بداخله. فالحاصل هذا الذباب، لا أريد أن أقول عليه رجلا، هذا الذباب قال لي: لا لا لا، دعك من العلماء. يا سبحان الله، والله الذي لا إله غيره قال لي ذلك، قال: دعك من العلماء. قلت له: يا رجل، قال أحد السلف: الناس دون العلماء كالبهائم. نعم، البشر دون العلماء كالبهائم، فالعلماء هم الذين يوجهون الناس إلى الطريق الصحيح. ولو فرضنا جدلا بعدم وجود أهل العلم أي العلماء، لكان الناس كالبهائم، تسير يمينا ويسارا وتمشي في أي اتجاه، لا تدري إلى أين تذهب. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحاصل أن هذا الذباب، الشخص قال لي: دعك من العلماء. قلت له: دعك من العلماء يا رجل، قال أحد السلف: ناس بغير العلماء كالبهائم. فقال لي: أنت الذي بهيمة، يعني أعتقد أنني أسبه أو أشتمه. أنا قلت له قول أحد السلف أنه يقول ذلك، قال: أنت البهيمة. سبحان الله، أنا مش هتمتوش والله، فالله المستعان. الحاصل فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن هذه الأمور من المصائب الكبرى. يريد هؤلاء المجرمين المبتدعة المنحرفين أن يفصلوا أن يفصلوا المسلمين عن علمائهم، فإذا تمكنوا من هذه كان سهل عليهم أن يوقعوا المسلمين في المصائب. حتى قيل أن الفتنة إذا أقبلت، يعني كانت آتية، الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت يعني خلاص انتهت علمها كل جاهل. فعلماء الأمة حينما تكلموا على الثورات والمظاهرات والخروج على ولاة الأمور كانوا يعلمون ماذا يحدث بعد ذلك، يعني خلاص سوف تقوم ثورة، العلماء يعلمون ماذا سيحدث بعد هذه الثورة. من أجل ذلك كانوا يحذرون المسلمين أشد التحذير من الثورات. فالثورة هي كقنبلة ألقيت في مكان واسع، وكان بسبب هذه القنبلة دخان شديد جدا، حتى أن الناس لا يرون ما بداخل هذا الدخان. وإذا انتهى مفعول هذا الدخان علموا ماذا حدث بسبب هذه القنبلة. كذلك العلماء إذا أقبلت الفتنة فهم يعلمون ماذا سيحدث. طب من أين يعلمون؟
لماذا هم يعلمون أن هيحدث كذا وكذا؟ لأنهم معهم العلم من الكتاب والسنة، أخبرهم الله سبحانه وتعالى، وأخبر الرسول، وأخبر الصحابة، وأخبر سلف الأمة، وأخبر التابعون والأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهم ليسوا يعلمون الغيب، ولكن يعلمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء الأمة في هذه المسائل. فحينما أتت الثورات المشؤومة هذه التي كانت مدعومة من الدول الكافرة لإهلاك وتدمير الدول الإسلامية، فقال علماء المسلمين وأئمة الإسلام: لا تجوز هذه أبدا، وإن كان حاكما ظالما جبارا قاتلا سافقا للدماء يأكل أموال الشعب كما يقولون، لا يجوز أبدا، لأن هذا أهون من قتل الألفات بل الملايين من الناس. فقالوا يعني المجرمين من أهل البدع، قالوا: أنتم مخزلون، أنتم علماء سلطان، أنتم لا تفقهون في دين الله شيئا. حتى إذا قامت الثورات واتبعهم على ذلك الغوغاء من الناس، أي الجهال من الناس، ضاعت بلاد من بلاد المسلمين بسبب هذه الثورات، كسوريا واليمن وغيرها من بلاد المسلمين ضاعت بسبب هذه الثورات. فقال الناس بعدما مر سنين طويلة: يا ليتنا لم نخرج. يا سبحان الله، هذا تصديقا لقول الذي قلناه أن العالم يعلم الفتنة إذا أقبلت وهي آتية، لم تحدث ولكنها في الطريق، فهو يعلم، العالم يعلم ماذا سيحدث. أما العوام والجهال والحمقى لا يعلمون العواقب إلا بعد انتهاء هذه الفتنة. فعوام المسلمين بعد انتهاء الثورات وغيرها بعشرات السنين قالوا: يا ليتها لم تحدث. يا سبحان الله، لو كانت اتبعوا علماء الأمة لنجوا. الله المستعان. ذباب الإنترنت يريد أن يفصلك عن العلماء. إذا تكلمت معه، هو يكلمك لأنهم يحبون الجدال. إذا تكلم معك في مسألة وقلت له: ائتيني بالدليل في هذه المسألة، ما دليلك على هذه المسألة؟ ائتيني بقول العلماء. يقول لك: أأتيك بآية أو حديث. طيب، يعني الدليل معظم طلبة العلم يعرفونه، حتى بعض العوام المثقفين يعرفون ما هو الدليل. أولا الدليل، أو سأذكر ما هو الدليل وما هي الأشياء التي تكون حجة لفعل هذا الشيء. أولا الدليل هو عبارة أن يكون، أولا سأخذها بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل. الدليل أولا يكون من كتاب الله عز وجل، ثانيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا من أقوال الصحابة والسلف، سلف هذه الأمة، رابعا يعني أقصد إن لم يتوفر كل هؤلاء الأدلة يكون بالاجتهاد من عالم مجتهد، إذ لم يوجد دليل في المسألة. يعني أولا إذا كان هناك دليل من الكتاب أي كتاب الله عز وجل فلا يجوز أبدا لمسلم أن يجتهد أو يقول برأيه. إذا كان هناك دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أبدا أن يجتهد، لأن المسألة فيها دليل، فلا دليل لا اجتهاد مع النص كما قيل. ولا يكون أيضا اجتهاد إذا كان فيها أقوال السلف الصالح والتابعون، لأنهم لا يأتون بأشياء من عند أنفسهم. فإذ لم يتوفر كل هؤلاء كان للإمام أن يجتهد. من هو الإمام؟ يكون عالما من أهل الاجتهاد، ليس كل داعيا إلى الله يجوز له الاجتهاد، بل يكون عالما من العلماء الأكابر المشهود لهم بالعلم في هذه الأمة فيجتهد في المسألة. فالحاصل أن هؤلاء يريدون أن يقطعوا المسلمين عن علمائهم، فلنحذر من هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة خطيرة. كثير من هؤلاء الحمقى الذين يكلمونني أقول له: ائتني بقول العلماء، ليس معه قول للعلماء، فهو يأتي بآية ربما تكون على غير ما هو يريد وهو يظن أن هذا دليل. فيا سبحان الله، وجزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة.